ازيكم يا جدعان؟ النهارده ومعانا كارت شاشه يعتبر من اساطير نيفيديا، كارت اثبت نفسه عبر سنين ولسه لحد دلوقتي في 2025 بيقدم اداء محترم جدا 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 بالنسبه لسعره، وهو جي تي اكس 1070. هنشوف النهارده الكارت ده لسه يستاهل انك تشتريه ولا خلاص بقى من الزمن الجميل ان انت خلاص كارت يا جدعان خلاص سلام عليكم، كارت بقى قديم جدا ما بيقدرش يقدم ولا يقدر ينافس. فخلينا نشوف الفيديو ده كارت ال 1070 هيقدر يدينا ايه. فخلينا نبدا. اول حاجه خلينا نخش على المواصفات، والمواصفات بتاعت الكارت ده كده فيها كده حبه كده ايه يعني كريمه كده، يعني الكارت مش هيضايقك مثلا في المواصفات بتاعته. الكارت نازل بتقنيه الباسكال، فيه 8 جيجا في رام دي دي ار 5، اداء كويس. 8 جيجا في رام كويسين جدا. بيت ريت ميموري 256، معروف انه بيديك اداء قوي على دقه ال 1080 بي واحيانا ال 1440 بي كمان، مع معدل اطارات كده كويس جدا، يعني مش قوي. خلينا بس نحطها دي يعني ايه تحت 100 خط كده، بس عشان في اختبارات الالعاب هنشوف الكارت ده بيقدم لنا ايه. يعني من الاخر الكارت ده كان موجه للهاي اند من الاخر زمان، زمان مش دلوقتي، لسه لحد دلوقتي بيقدم اداء ثابت في معظم الالعاب. خلينا نشوف. يعني انت مصدق نفسك لحد دلوقتي كارت نزل من زمان وبيديك مواصفات كويسه جدا وبيديك اداء كويس جدا، اداء نوعا ما مرضي للناس اللي هي عايزه تلعب العاب كومباتيتيف زي العاب معينه كده هنبقى نروح لها، ولكن بيديك فريمات ممتازه جدا محترمه جدا، وعلى خصوصا كمان سعره. احنا يعني انا هفصل لك الكارت ده يعني بص انا هحلل لك امه النهارده في الفيديو ده، فانت كده خليك كده متحمس معايا، لان الكارت ده بصراحه لو انت بتفكر انك تشتري كارت مستعمله بميزانيه معينه، الكارت ده بصراحه هيديك صفقه من الاخر. فخلينا بقى نروح لاهم جزء بالنسبه لي، واللي هو بيحلل لك الاداء، وهو الاداء فعلا. بس الاداء خلينا نروح على الاداء. طيب دلوقتي لما نيجي نروح لبقى الحته اللي هي بتاعت ايه الجدل، الكارت بقى هيديني، هل لسه كارت هيديني مثلا اداء كويس في الالعاب، ولا الكارت مثلا هيبقى مقصر ومش مستاهل ان انا اجيب كارت زي ده؟ لا خليني افاجئك بقى في الحته دي، يعني حته كده هتدهشك. في الالعاب اللي زي جي تي اي في او ذا ويتشر 3 الكارت بيوصل فوق ال 60 اف في اس بسهوله على اعدادات عاليه، انت متخيل؟ في العاب احدث زي سايبر بانك 2077 او هوجورت ليجاسي لازم تنزل شويه في الاعدادات عشان تاخد تجربه سلسه، ولو معاك شويه يعني شويه فلوس كده، فلوس ما تستخسرش اشتري اللعب، تبقاش نزل لي كده كراك والكلام من ده. يعني انا مش عارف ليه بنجرف لحته ثانيه خالص. ولو معاك شاشه كمان 1080، الكارت ده بيقدم لك فاليو ممتازه جدا على دقه ال 1080 بي، خصوصا على دقه ال 1080 بي. يعني من الاخر كارت مش لازم تشغله على الالترا مثلا او ال 4K، يعني خلينا مقتنعين كارت 8 جيجا في رام وكارت قديم، فخلينا نحترم نفسنا كده. هو كارت هيشغل لك 1080 بي معظم الالعاب بشكل ممتاز جدا جدا جدا، هيديك اداء فوق 60 اف في اس، وده شيء مرضي جدا. دي كارت قديم يعني بالنظريه دي يعني، ولكن انت تاخد اداء محترم جدا، وخصوصا ان الكارت 8 جيجا في رام، اي نعم 8 جيجا في رام ما بقتش بتقدم حاجه كويسه جدا اول الايام دي، ولكن انت بتتكلم في دقه ال 1080 بي، ف 8 جيجا في رام انا شايفها اكتر من ممتازه لكارت بالعمر ده والفئه دي. لان انت خلينا مقتنعين انت مش هترفع الاعدادات عن مثلا العاب معينه عن هاي او الترا، يعني خلينا متفقين في الحته دي. انت لو بتلعب مثلا العاب مثلا كومباتيتيف او العاب الاف في اس عموما بشكل خاص، فانت بتنزل الاعدادات عشان تستفيد بالفريمات منطقيا. فانت لو بتلعب بقى العاب فانت ساعتها ال 8 جيجا ساعتها هتفيدك. انما لو بتروح مثلا الالعاب الستوري جي تي اي في، هوجورت ليجاسي، سبايدر مان 2، سايبر بانك، اي حاجه من الالعاب اللي هي بقى ايه ستوري وريد ريديمشن 2، الالعاب دي بصفه عامه هتديك فريمات كويسه جدا لو انت احترمت نفسك في الاعدادات. يعني ما تخليليش كل حاجه الترا وما تخليليش كل حاجه هاي، خليها كده ايه الامور ايه ما بين تكتشر مثلا الترا او هاي، مع اعدادات مثلا ايه لو فيري لو ميديوم كده، يعني هتشكل لازم تشكل وتتعب شويتين ثلاثه في الايه في الاعدادات دي بالذات. طيب دلوقتي نروح لحته السعر مقابل الاداء، هل لسه الكارت ده يستاهل فعلا سعره ولا لا؟ خليني اقول لك وبمنتهى الامانه يستاهل. لما نيجي دلوقتي نشوف سعره هنلاقي بالنسبه للاسعار المستعمل دلوقتي تقدر تلاقي جي تي اكس 1070 في السوق المصري مثلا ما بين ال7 لحد ال8. انا شايف ان انا لو لقيت الكارت ده اعلى من كده ما اجيبهوش، قطعا ما اجيبهوش. في كروت احسن منه مليون مره، ولو اقل من ال7 ممتاز جدا لو بيلعب في رينج ال6 ممتاز جدا، ودي كمان ممتازه حرفيا مقارنه بالاداء اللي هتاخده. بس خد بالك من نقطه مهمه، الكارت ده قديم فممكن تلاقي مشاكل زي حراره عاليه، استهلاك كهرباء عالي، فلازم تتاكد ان الكارت حالته كويسه ومعمول له صيانه من فتره، يعني مثلا تغير له مثلا سيرمال، ما تنظف المراوح، اهم حاجه برده المراوح ما تكونش اتغيرت، يعني الكارت يبقى جاي مع الكرتونه بتاعته، يعني عشان تضمن ان الراجل الاونر الاولاني ليه او الكارت سبيسيفيك يعني او بشكل محدد
يعني ان الكارت مش جاي في تعدين او جاي مش عارف ايه. اي نعم anyway كروت نيفيديا مش نفس كروت اي ام دي مثلا، يعني مش اللي هي الكروت اللي بيبقى الناس يعني بتحب انها تعدم بيها يعني. بس معلومه يعني دايما كان بسمعها يعني معلومه كده، حاجه كده بقى شائعه كده كنت بحب اسمعها يعني، اللي هو يعني الناس تقعد تتجادل يعني كروت نيفيديا ما هي برضو عادي برضو بتقدم بيها. اي نعم تعدم بيها، ولكن تيك كير، خد بالك من حاجات زي كده يعني. انا بصراحه لازم تخلي بالك مليون في الميه وانت بتشتري حاجه زي كده. سلامتك اولا، انت بتدفع معلش فلوس في حاجه مستعمله، فانت معلش برضو انت مش ضامن نفسك يعني. انت مش ضامن مثلا الكارت ده انت هتجيبه كويس ولا هتجيبه وحش، هتجيبه مثلا مواصفاته كويس يعني. سيناريو، انت بتبني سيناريو، فانا جاي اوضح لك في 1 2 3، امشي على 1 2 3 اوكي بس، وبالتوفيق يعني، اكيد بالتوفيق. طيب ايه الخلاصه؟ الجي تي اكس 1070 كان من اكتر الكروت اللي كسرت الدنيا وقت نزوله، ولسه لحد النهارده بيقدم لك تجربه العاب قويه جدا على دقه 1080 بي. بس لازم تبقى فاهم ان عمره عدى، واكيد مش هيديك نفس تجربه الكروت الجديده اللي نزلت بتقنيات حديثه زي تتبع الاشعه والري تريسنج والدي ال اس اس والحبشتكنات بتاعت نيفيديا. يعني لو انت عايز كارت يعيش معاك سنين طويله قدام وبتلعب احدث الالعاب بجوده عاليه، ساعتها لازم تدور على جيل احدث. لكن لو ميزانيتك محدوده وعايز حاجه تدي لك فاليو وتلعب بيها معظم الالعاب على اعدادات نوعا ما متوسطه لعاليه وسلسله وبشكل سلسه وكويسه، فال 1070 صفقه حلوه جدا لحد دلوقتي. انا شخصيا شايف ان الكارت ده يستاهل لو لقيته بسعر كويس وحاله كويسه. قولوا لي في الكومنتات انتوا شايفين ايه، هل لسه ممكن تعتمدوا على الجي تي اكس 1070 ولا من وجهه نظرك انتهى دوره؟ ما تنسوش تدعمونا الفيديو بلايك، تراك، فعلوا الجرس، واستنونا في المراجعات والتجارب جايه جديده. سلام.